عليكم، اهلا بيكم مطبخ ريتال للاكلات الشهيه. النهارده احنا هنعمل جاتو الفانيليا. هنعمله في البيت بطريقه سهله وبسيطه من الدقيق العادي، مش دقيق الاسبونج، بمكونات متوفره في كل بيت. تقدري ان انت تعمليه وتفرحي ولادك في اي وقت، مش مكلف، وكمان المكونات بتاعتنا سهله وتلاقيها في كل بيت. هنعمل منه الجاتو وهنعمل منه الكاسات كمان. شايفين المنظر بتاعه يختلف عن اللي بره ايه؟ بل احنا هنا عاملينه احسن وانضف كمان من اللي بيتعمل بره، وطري. مش هقول لكم طري قد ايه. شايفين منظر القطعه وكمان الطعم خطير، يستاهل بجد، يستاهل لايك. لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في الشير واللايك والاشتراك في القناه علشان يوصل لكم كل جديد. بجد حلو قوي والطعم جميل جدا. يلا نشوف الطريقه مع بعض. شير ولايك واشتراك للقناه علشان يوصل لكم كل جديد. هنا علشان تعملي احلى جاتو معانا لازم نبص يا ستي تبقى كل حاجه بدرجه حراره المطبخ. ما تجيبيش البيض من التلاجة، لا، تبقى مخرجه كل حاجه قبلها بفتره ان هي تاخد درجه حراره الغرفه او درجه حراره المطبخ. معانا 4 حبات بيض، واهم حاجه ان البوله بتاعتك ما يبقاش فيها ولا نقطه ميه. معانا 4 حبات بيض، ومعانا فانيليا، ومعانا كوبايه الا ربع سكر. هنحط جزء مع البيض، والجزء التاني هنحطه بس شوية لما نخفق البيض شوية واللون يفتح. يعني السكر هنحطه على مرتين. هنا بقى بخفق في البيض بتاعنا لغاية لدرجة اللون لما يفتح. طبعا احنا حطينا نص كوباية السكر في الاول، هنا هنحط نص كوباية السكر لغاية ما اللون نفضل شغالين كده. طبعا كل ما اوصل لدرجة اللون هوريها لكم. دي الدرجة التانية كده. بعد ما ضربناه هنوصل بقى للدرجة التالتة اللي هي ايه، خلاص كده الاسبونج جاهز معانا. طبعا دي الدرجة التالتة اللي وصلنا لها في الكريمة. طبعا خلاص احنا كده مش هنحتاج المضرب بتاعنا في حاجة تاني. دلوقتي بقى هنشوف الخطوة الجاية هنعمل ايه. طبعا دي درجة الاسبونج. معايا كوباية دقيق، معايا معلقتين كبار من النشا او نص كوباية من النشا. هناخد معلقة ممسوحة من البيكنج باودر او خميرة الحلويات او اي نوع خميرة انت بتستخدميه. انا هنا بستخدم كيك شيف. باخد معلقة ممسوحة مش كبيرة، معلقة ممسوحة، وبقلب المكونات الجافة بتاعتي مع بعض. طبعا بنبقى ناخلين الدقيق اكتر من مرة لان ده دقيق عادي. بتنخليه اكتر من مرة، مش دقيق سبور، بحيث ان تدخلي جوه الدقيق هوا. كتر نخل الدقيق بيديكي هوا، بيديكي لون فاتح للكيكة، بيديكي الكيك بتاعك هش. بتقلبي المكونات الجافة كلها مع بعض، ونبتدي ننزل بالتدريج واحدة واحدة. مش بننزل بكمية الدقيق كلها مرة واحدة، علشان لو نزلنا بكمية الدقيق مرة واحدة الاسبونج بتاعنا هيهبط. طبعا بنحط الدقيق بتاعنا وبنقلب بالتدريج كده واحدة واحدة. بننزل بالدقيق واحدة واحدة وبنقلب على اتجاه واحد، بحيث ان ايه ما نفرغش الهواء اللي احنا دخلناه. طبعا انا قلبته كويس جدا. هنبتدي نحط في الصاج بتاعنا. الصاج طبعا حاطين فيه ورق زبدة. هتبتدي ترفعي ايدك لفوق بقى وتنزلي بالخليط بتاعك. هنا الصاج بتاعي 30 في 40. تقدري انت تستخدمي صواني، تقدري تستخدمي المتوفر عندك. كمان هنا بتسوي الكيك بتاعنا هنا على درجة حرارة 180 لمدة 12 دقيقة. اكتر من 12 دقيقة هينشف منك وتبص تلاقيه عمل زي البسكوت، لان طبعا عارفين طبقة الكيك بتاعنا رقيقة جدا. هندخلها الفرن لمدة 12 دقيقة. وطبعا كل واحد عارف درجة حرارة الفرن بتاعه. تقدري ان انت تتحكمي فيه وعارفة درجة الحرارة بتاعتك. هنا بساوي الجاتو بتاعي، الاسبونج بتاعي، بحيث ان انا اسويه يطلع كله متساوي قد بعضه. هنا كمان هحطه في الرف الاوسط هنا في الشقة. هبتدي اجهز الكريم شانتيه بتاعنا على ما الاسبونج بتاعنا يستوي وياخد راحته ويبرد. ابتدي اجهز الكريمه بتاعتي. هنا معايا كوبايه كريم شانتيه خام. هحط عليها 3 معالق سكر، عليها كوبايه الا ربع ميه ساقعه متلجه، متلجه فيها قطع تلج. ببتدي اضرب بقى السكر والميه مع بعض لغايه ما ادوب سكر. انا هحط سكر حبيبات مش هحط سكر خشن. وبعد كده ابتدي اخفق بقى لغايه لما ايه الكريمه بتاعتي تتماسك معايا. هنا احنا مش هنستخدم جيلاتين ولا اي حاجه. احنا هنا هنعتمد بس على قطع التلج، هي اللي هتدينا القوام بتاع الكريمه المتماسك جدا زي بتاع المحلات، ومش هتطلع سايحه منك. انا طبعا بعد الجاتو او الاسبونج بتاعي ما جاهز معايا، انا هنا معايا مسطره مطبخ علشان القطعه تطلع معايا مظبوطه بالظبط. فانا عندي مسطره للمطبخ بقيس حجم القطعه. القطعه بتبقى العرض بتاعها 4 سنتي في طول
11. لما بنشيل الزوايد بتبقى ايه يعني الطول بتاعها بيبقى 10 سنتي. فالحجم القطعة بيبقى ايه متساوي، وعايزانا تطلع زي بتاعة المحلات بالظبط. انتي هنا ممكن ان انتي تعملي عشوائي بايديكي، بس انا عايزاها تطلع زي بتاعة المحل بالظبط، فانا بقيس بالمسطرة الحجم علشان يبقوا الثلاث شرايح. انا هقسمها لثلاثة بحيث ان الثلاث قطع يبقوا نفس الحجم متساويين، يبقوا قد بعض، مفيش اختلاف ما بينهم. طبعا انا بشيل بقى ورق الزبدة بتاعي كده، ونشوفه بقى ايه، مش هنحتاج اي حاجة تانية. شايفين الشكل بتاعنا اهوت. بنبتدي نقطعها ونشيل الورق بتاعنا من الظهر، ونخليهم الثلاث شرايح قد بعض بالظبط. يعني ايه بنقيس، انت عايزه تقيسي عشوائي قيسي، عايزه تقيسي بمسطره لو عندك مسطره للمطبخ بتقيسي. طبعا همسكهم قطعه قطعه. هنا انا مش السيرم بتاعي مش عندك سفن حطي، عندك شربات من بتاعه الحلويات حطي، او يعني معلقتين سكر ودوبيهم في ربع كوبايه ميه واسقيهم. انا هسقي هنا بسكر وميه علشان يبقى متوفر. هنا طبعا الكريمه بتاعتي اهيت، هبتدي انزل على قطعه قطعه بالكريمه وابتدي اسويها بالشكل دوت. بنزل بالكريمه وابتدي اسويها بقى ايه بالتدريج. نفس القطعه التانية برضو برجع احط تاني قطعه واحط الكريمه بتاعتي، وانزل بالكريمه برضو بسقيها كده بالفرشه بتاعتي بحيث ان الكيك يفضل محتفظ بالطراوه بتاعته. اهم حاجه بس شايفين الكريمه بتاعتي متماسكه واخده حقها. التلج مخليها متماسكه ببعضها كده، والله من غير جيلاتين ولا اي حاجه، وطالعه يعني الكريمه بتاعتنا مظبوطه 10/10. طبعا حطينا تاني قطعه اهيت، هنبتدي نحط برضو الكريمه بتاعتنا ونفردها كده بالتدريج. هنا بقى بعد ما بتجلسيها خالص بتدخليها التلاجة لمدة 4 ساعات، بحيث ان هي ايه تبقى متماسكة معاكي وتبقى سهلة معاكي في التقطيع وما تتكسرش منك، وتطلع ايه مناسبة علشان تقدري ان انتي تزينيها بعد كده بالحاجة اللي انتي عايزاها. عايزة تزينيها بكريس تزينيها، عايزة تزينيها بفواكه تزينيها، والتزيين ده اختياري. انا هعمل حاجات مكونات بسيطة علشان تبقى متوفرة عند كل الناس. طبعا هنا حطيت 3 قطعة، هبتدي اجلسها بقى. هنا انا ما عنديش الحاجات متوفرة بتاعت الجاتو، بس عندي السكينة الطرنش وهطلعها زي بتاعت المحلات بالظبط. بحرف السكينة كده ببتدي اعمل زجزاج كده، وهتبصوا هتلاقوا حرف السكينة بيعمل الزجزاج، ومش هتفرقي الجاتو ده عن الجاتو اللي بره. بس اهم حاجة ان انتي تبقي عاملاه الاسبونج بتاعك يا قبلها بليلة يا قبلها بكام ساعة كده علشان يبرد ويبقى كويس معاكي. طبعا انا كنت عاملة قبلها بيوم، وطبعا هو كان جاهز معايا وبارد. هنا طبعا ده الجاتو بتاعي بعد ما فات 4 ساعات وانا حطاه في قلب التلاجة. الكريمة تمسكت. طبعا هنا ببقى مجهزة معايا مية سخنة ومجهزة السكينة الطرنش وبحط السكينة علشان يبقى سهلة معايا في التقطيع والكريمة ما تتبهدلش مني. بقطع القطعة، بساوي اهم حاجة الجناب الاول بحيث ان انا اشيل الزوايد. طبعا الزوايد دي احنا ما بنرميهاش خالص، الزوايد دي احنا هنعمل بيها كاسات دلوقتي هتبقى احلى من قطع الجاتو كمان. الولاد هيخطفوها قبل قطعة الجاتو. بتشيل الزوايد يا ست بتاعتها. بعد كده ايه برجع تاني بقى ايه ان انا اقطع بقى ايه قطع الجاتو بتاعتي. هنا طلعت معايا 7 قطع جاتو. الحجم بتاعها حلو، اللي هو الحجم العادي اللي بنشتريه من المحلات. العرض بتاعها 4 سنتي، الطول بتاعها 10 سنتي. هنا انا علشان ادقق واظبط الحجم بالظبط رجعت ان انا اقيس بالمسطرة العرض بتاعها بس كده علشان يبقى ايه العرض بتاع كل قطعة متساوي. هنا طبعا هبتدي اقطعها بقى بالشكل دوت. اظبط بس كده المقاس بحيث ان هما كلهم يطلعوا سوا واحد ومقاس واحد. هنا طبعا دول طلعوا 7 قطع معايا. هبتدي بقى اعمل لهم روزيتات. هنا في الخطوة دي قبل ما تعملي الروزيتات
عندك معلقة عسل جلوكوز، بتروحي حاطة عليها معلقة مية وتدهني الكريمة بتاعتك، بس يعني بالراحة وانت بتدهني هنا، بيحتفظ باللمعة بتاعت الكريمة، ويفضل محتفظ باللمعة بتاعتها ما تطفيش، ويفضل محتفظ بالطراوة بتاعتها لكذا يوم، يعني لو قعد في التلاجة يومين يفضل محتفظ بالطراوة بتاعتها. هنا كمان بنعمل بقى ايه روزيتات كده، وبنعمل بقى ايه بنزوقه. هنا عايزه تزوقيه بفواكه زوقيه، انا هزوق هنا بكريز والشوكولاته الخرز. بجد هو تزويق بسيط، بس حاجات يعني مش مكلفه، تقدري ان انت تعمليها في اي وقت وتفرحي ولادك. بجد شايفين المنظر؟ تعملي روزيتات صغننه كده، وتقسمي الكريزاية على 2، وتزيني بقى بالشوكولاته الخرز بتاعتك اي لون انت حباه، او اي فواكه انت حباها تقدري ان انت تزيني بيها. بجد هتفرحي ولادك. شايفه المنظر بتاعهم؟ بتزيني كده حاجات بسيطه. بجد لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في الشير واللايك والاشتراك في القناه علشان يوصل لكم كل جديد. بجد المنظر تحفه. وشايفين الكاسات بتاعتنا كمان، دي الزوايد اللي طلعت، مش محتاجه كلام، هي بتتكلم عن نفسها. شير ولايك واشتراك للقناه لو عجبكم الفيديو. بجد الطعم رهيب وطريه فوق ما تتخيلوا، يعني بجد واو. مش